كلنا حبينا مسلسل المداح وعشنا في تفاصيل المسلسل بكل أجزائه. طب هتعمل ايه لو قلتلك ان في شخص حقيقي حصله أفظع من اللي اتعرض في المسلسل بكتير، وهي شخصية حقيقية اتعاملت مع الجن وعبد الشيطان لمدة 15 سنة كاملين، واللي خلى حكايته اتعرفت ان طلع حكى قصة حياته بنفسه على واحدة من القنوات الفضائية. حكايته اللي كلها خوف ورعب. عاوزين تعرفوا اكتر؟ تابعوا الفيديو الاخر. اسمه داود محمد فرحان. كان طفل اتولد لساحر يمني مشهور، كان بيمارس كل انواع السحر تقريبا، من سحر اسود لسحر سفلي، وكان بارع في تسخير الجن لخدمته في كل اعماله، لدرجة ان من كترة الجن وقربهم منه قدروا انهم يتسلطوا على داود نفسه ويحصل له اكتر من مس وهو صغير من الجن اللي كانوا عايشين معاه في البيت. بدأ أبوه الساحر يكبر في العمر، والجن عرف إن الأب خلاص هيموت، وإن أعراض الشيخوخة بدأت تظهر عليه أكتر وأكتر، وإن لازم ابنه يخلفه في اللي بيعمله من أعمال سحر. وأصلا داود كان عنده فضول وشغف تجاه اللي بيعمله أبوه، وكان عاوز يعرف أسرار مهنة أبوه، لحد ما في يوم مات الأب، وبدأت جماعة من الجن تتواصل مع داود علشان يشتغل نفس شغلة أبوه الساحر. ولما كمل داود 12 سنة بدأت تزوره كل ليلة بنت من بنات الجن في هيئة جميلة جدا، وكانت بتستدرج داود لأماكن مهجورة، وداود ما كانش بيقدر يقاوم جمال البنات دول، لحد ما في ليلة شاف دبة شكلها غريب، وهي حاجة بين الحصان والحمار، وفرح وقتها لأنها تعتبر وسيلة مواصلات سهلة هتوصله لحد البيت. وكانت الدبة مفكوكة وما كانش ليها صاحب، ولما ركبها بدأت تتحرك، بس الغريب إنها بدأت تسحبه بطريقة غريبة وتدخل أكتر بين الجبال واحدة واحدة، وبدأ يلاحظ وقرر يضربها بالعصاية علشان تقف. وهنا كانت المفاجأة، اتكلمت الدبة دي وقالت له: انت لسه فاكر ان انا حيوان ولا ايه؟ داود وقتها حصلت له صدمة كبيرة ووقع مغمى عليه على الأرض، والناس عرفوا يلاقوه تاني يوم في الجبل ورجعوه بيته. وفضل داود وقتها في غيبوبة لمدة 3 سنين كاملين، كان وقتها عنده 15 سنة. فضل في الغيبوبة دي لحد ما وصل لسن 18 سنة. داود بيقول ان طول ال3 سنين دول كان الجن هما اللي بيخدموه، كانوا بيجيبوله لحمة يوميا علشان يتغذى عليها، واللي اكتشف بعد كده انها لحم حيوانات ميتة، وان الجن المتلبس جسمه كان بيفضل النوع ده من اللحوم. فضل على الوضع ده لحد ما فاق من الغيبوبة ورجع انسان طبيعي من تاني، بس للأسف رجع وبقى ولاؤه للجن، وبدأوا يأمروه أوامر علشان ينفذها كنوع من أنواع رد الجميل. الطلب الأول إنهم بدأوا يطلبوا منه جثث لحيوانات ميتة يجيبها لبيته، ونفذ داود كلامهم. والطلب التاني اللي كان أبشع بمراحل إن الجن طلبوا منه إنه يجيب جثة لطفل ميت ويتغذى عليها، بس داود أنكر إنه استجاب للجن في الموضوع ده قدام الشاشات. كمل داود وقال إن في يوم من الأيام قابل راجل غريب اداله مبلغ من المال وطلب منه يروح مكان اسمه يخرج عند قبر أو ضريح لشخص اسمه ابن علوان، ويروح داود للمكان ده علشان يتفاجئ انه ضريح لشخص ميت. الناس بتروح تدعي هناك وتطلب المباركة كنوع من انواع الوساطة بينهم وبين ربنا. وفضل داود في المكان لمدة 15 يوم مقيم هناك، بيتقرب للضريح وبيصلي مع الناس وبيعمل زي ما بيعملوا بالظبط، حتى انه قال ان الناس دول كان اتجاه قبلتهم هو قبر ابن علوان نفسه، وكأنهم والعياذ بالله بيعبدوا القبر نفسه مش ربنا. لحد ما خرج له راجل واداله سبحة وخاتم وكتاب، وقال له ان ده ورث ابوك، وقال له ان الجن هيطيعه بس بشرط يحضر كل سنة ويذبح ذبيحة عند الضريح ده. ومن بعدها رجع داود بس علشان يمارس السحر الحقيقي، ومن يومها رجع بالخاتم والسبحة والكتاب، ومسك كتاب ابوه وبدأ يتعلم من كل علوم السحر بطريقة مخيفة، بالرغم ان والدته كانت خافت كل الكتب دي، بس هو قدر يستعين بالجن لحد ما قدر يوصل للكتب دي تاني. كانت شروط الجن بتقول انه يكفر بالله وبكتابه والملائكة، وتاني حاجة انه يرمي المصحف الشريف في القاذورات،
وكمان انه يصلي مع الناس عادي بس بدون طهارة، وده كان نوع من انواع الفتنة للناس علشان يصدقوا انه منهم، في حين انه فضل سنين بيصلي بدون طهارة. ومن هنا بدأ الجن يستجيب ليه، وكانت الناس بتزوره علشان يساعدهم في امور حياتهم، المريض واللي كان عاوز يعمل سحر، وبدأ يمارس السحر ده بس على نطاق واسع جدا. الجن كانوا بيساعدوه بوصفات طبية وسحرية يقدمها للناس، وكانوا فعلا بيخفوا، وذاع صيته وسط الناس اكتر واكتر لدرجة انه كان بيمشي وسط الناس ويحط السكينة في بطنه من غير ما يتأثر، وكان يقدر يسحر عين الناس علشان يوهمهم انه شخص خارق مبروك، وان مصلحتهم انهم يتبعوه ويكملوا حياتهم معاه للنهاية. بس في مرة من المرات شاب من الشباب اللي كان واقف قرأ آية الكرسي، وتسبب ان الجن هربوا من المكان، وفعلا دخلت السكينة ببطنه بعد ما السحر مفعوله بطل، واتصاب في بطنه إصابة بليغة ودخل المستشفى بسببها، بس قدر في النهاية انه ينجو بأعجوبة. وكمل داود في اللي بيعمله، وكان الكل بيتقرب منه بكل الطرق، وخاصة أهالي القرية بسبب الجهل والخرافات المنتشرة بينهم. وفضل داود عاوز ينتقم من الشخص اللي تسبب في إصابته بالسكين، وبدأ يرسل الجن ليه علشان يأذوه لمدة 3 سنين، بس ما قدرش يأذي الشخص ده أبدا. وفضل على هذا الحال وقت طويل جدا لحد ما اتجوز وخلف وكمل في حياته. بس في ليلة من الليالي شاف داود حلم كان سبب في توبته توبة نصوحة. من يومها شاف داود انه مات، والناس شايلينه على كتفهم وفرحانين انه مات وبيدعوا عليه، ونزلوه القبر واتقفل عليه الباب وبقى لوحده في ظلمات القبر مدفون. وفجأة ظهر له ملكين وسألوه من ربك، ومن الرعب ما قدرش يجاوب عليهم ابدا. ورجعوا الملكين يطلبوا منه انه يصلي، بس قال لهم انه غير طاهر ومحتاج انه يتوضى. وقتها جابوا صحن فيه مية مغلية عاملة زي الحمم وطلبوا منه يتوضى، بس من رعبه وخوفه ما قدرش يلمس المية دي لحد ما ظهرت ايد من الارض وشالته وحطته في قلب المية دي. وقتها صرخ من الفزع وصحي من النوم، وفضل ينهج وقت طويل لحد ما قدر يرجع للنوم تاني، وشاف نفس الحلم ونفس المكان، بس ابوه كان موجود وبيغتسل بالمية المغلية دي وبيصرخ، وقال له وقتها اهرب يا ابني من المكان ده، اهرب وما تجيش هنا تاني، توب لربك وما تخليش مصيرك يبقى زي مصيري. وصحي داود من النوم وفضل يبكي، وقرر انه يتوب في النهاية من اللي كان بيعمله في البداية. بيقول انه لما كان بيصلي كان بيحس انه متكتف، بس من كتر المحاولات قدر انه يصلي لأول مرة صلاة لوجه الله بعد مرور 15 سنة كاملين. بس كان صعب الجن يسيبوه في حاله بعد كل الفترة دي، وبدأوا يغروه من تاني علشان يرجع لأمور السحر من تاني، وبدأوا يهددوه بقتل أولاده الاتنين، بس ما استجابش لكلامهم لحد ما فعلا الجن نفذ كلامه وقتل ولاده الاتنين. ولاده بدأ يظهر عليهم أعراض إنه وشوشهم تزرق وينتفخوا بطريقة مرعبة، بس داود صبر لحد ما الجن هددوه بحاجة أبشع. كانت مرات داود حامل، وبدأوا يهددوه بقتل الجنين وأكله هو في رحم أمه. داود وقتها بدأ يخاف وبدأ نوعا ما يستجيب لكلامهم، بس مراته قررت تتوب وتساعده على التوبة. قالت له يصبر ويحتسب كل ده لوجه الله، وفعلا قال ان الجن نفذ وعيده وتلبسه مراته واتصابت بمرض شديد جدا، ولف داود بيها على دكاترة كتير وملقاش ليها علاج. والأغرب ان وقتها الجنين اختفى فعلا من بطن مراته، والجن نطق وقال انه اكل الجنين وهو في رحم امه. وفضلت زوجته تصبر داود في النهاية لحد ما المرض اشتد عليها وماتت في النهاية، وفضل داود لوحده في الحياة. وطلع داود وحكى عن تجربته، واللقاء بتاعه جاب 3 مليون مشاهدة، والبعض قال ان الحكاية حقيقية والبعض قال انها تخاريف وشو اعلامي. قولولي انتوا ايه رأيكم في القصة دي، هل حقيقية ولا مجرد شو اعلامي؟ اكتبولي تحت في الكومنتات.